نادي بيراميدز يعلن سحب استثماراته بعد خسارته الكأس والسوبر. معلش. من كام سنه الحاج محمد الاسيوطي جاله عقد عمل في الخليج. عقد عمل ايه؟ ده جاله الخليج كله، وقال له عايزين نشتري النادي بتاعك في فكره استثماريه وحاجه كده من ريحه السيتي وباريس، وطلع علينا نادي بيراميدز، واللي بدا بدايه قويه جدا حقيقه، ان كان بالرعاه ولا بالديزاينات ولا بالميديا، وبالاخص بقى الصفقات، واللي كان فيها نوع من التحدي شويه خصوصا للاهلي. مين احرف لاعب في مصر؟ رمضان صبحي؟ تعالى. مين احسن صانع العاب في مصر؟ عبد الله السعيد؟ تعالى. مين احسن لاعب جوكر في مصر؟ احمد فتحي؟ تعالى. مين 14 قدم في مصر؟ ما علينا. المهم ان هم عشان يكسروا الحته دي قال لك لا والله يا عم احنا جايبين علي جبر واحمد الشناوي، احنا مش قصدنا الاهلي في حاجه. قال يعني جايبين مالديني وبوفون بس ماشي. وفي الكام سنه دول اتحط التحدي، واللعيبه عرفت انها لازم تعمل حاجه بعد كل ده، والبدايه كانت في اول موسم والوصول للمركز الثالث. احنا مش هنلعب دوري ابطال، بس على الاقل هنخش الكونفدراليه، وكده كده مش مهم، احنا في نهائي الكاس وهنلاعب الزمالك وناخد بقى اول بطوله في تاريخنا. معلش. على فكره بقى احنا فريق ناشئ ولسه بنبني، ولسه جايبين لك حته لاعب في البرازيلي منه ومدروخ الدنيا. وبعد فتره كورونا وبيراميدز بيلاقي نفسه بيتحط في الصداره مع الزمالك، ومسؤولين نادي الزمالك ذات نفسهم قالوا ان المنافس بتاعنا السنه دي هو بيراميدز مش الاهلي، ومكمل في الكونفدراليه، وده بعد ما عدى البط الكيني واللب التنزاني عشان يلاقي نفسه في مواجهه نهضه بركان المغربي في نهائي الكونفدراليه. بس هي بطوله، ده الزمالك لما خدها قال لك خلاص كده اتعشت، هي جت عليا انا. وبعدين دي بطوله قاريه، يعني انا حاسبت اخيرا ظلم الدوله وتحيزها للاهلي والزمالك. معلش. على فكره بقى انا داخل الكونفدراليه بمزاج، انا مش عايز اروح دوري الابطال على طول، انا عايز اخدها خطوه خطوه. وبعدين انا اتعاقدت مع رمضان احرف لعيب في مصر، والراجل جاي يثبت نفسه وفيه فلوس وطموح وحاجات كبيره قوي، ويكمل بيراميدز الموسم عشان يلاقي نفسه لاول مره بيلاعب فريق كبير زي مازيمبي في ربع نهائي الكونفدراليه. معلش. على فكره انا كنت عامل حركه الكونفدراليه دي، انا كده مركز على الدوري، هروح اخد الدوري او اطلع على الاقل الوصيف واتاهل دوري ابطال عشان نوصل لاخر الدوري، واخيرا بيراميدز في المركز الثاني. معلش. يعني ايه يعني؟ ما انا طلعت تاني اهو، امال بتتاهلوا ازاي لدوري الابطال؟ يعني الاهلي هو اللي عمل كده؟ طب حد يجيب لي بقى الاهلي في بطوله عشان نوصل لنهائي الكاس سنه 2022 اللي بيتلعب في سنه 2023، واللي بيخشوا بيراميدز عشان يكسب الاهلي وياخد بطاره ويتقدم فعلا في الماتش على الاهلي. معلش. طب انا كده ما بقاليش غير الكونفدراليه. معلش يا عم. ايه ده؟ الزمالك بينسحب وبيطلبوني لنهائي السوبر؟ هي الدنيا بتضحك لنا ولا ايه؟ انا طالع على الامارات، ما انا هاخد حق، يعني هاخد حق، انا مجمع زمايلي وجاي. لا احنا خلاص خلصنا، ما هو اللي تاريخهم مناسب للباقه. سلام عليكم.